يا مساء الخير، يا مساء العافية على أجمل عيون حبايبي وأجمل عيون متابعيني. ورجعت وياكم روتين جديد ويوم جديد إن شاء الله يعجبكم. شلونكم حبايبنا؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بصحة وخير وراحة بال، آمين يا رب العالمين. أكيد أول ما نبتدي به هو الصلاة على محمد وآل محمد. يلا بنات صلون على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا هذا المسواق اللي كنت محتاجته وجبته وحبيت أشارككم به. طبعا جبت هنا الإسبيناغ، فقلت لازم يعني محتاجين نسوي اسبيناغ بصراحة، لأنه ما مشاركتكم بيه. هنا أنا دزيت طبعا ابني راح جاب المسواق الله يخليه أبوي يحفظه. وهنا أنا كان بوتبوته كانت ماما نريد كيوي، سجلت لي بالورقة. وهنا بوتيته بصل طماطة، خير ونعمة من رب العالمين. طبعا هنا أنا بنفس هذا اليوم بنات عندي طلعة، يعني روحه نقول يعني مال دكتور وكذا، هيك اشياء بسيطه. الحمد لله والشكر على كل حال، وان شاء الله الصحه والعافيه للجميع، امين يا رب العالمين. وما اريد نوصلكم اي طاقه سلبيه حبايبنا من خلال هذا الفيديو. اكيد اللي تروح اكيد وياها مشتريات وكذا، فحبيت هم اشارككم مشتريات كلش بسيطه كنت محتاجتها. طبعا هنا شو وقت نروح هنا بعد ما شفتوا انتم جبت المسواق وعزلته وقلت والغدا بنات ما شاركتكم به، يعني غدا بسيط والحمد لله والشكر. سويت مرقة مال فاصوليا يعني بدون لحم وبدون اي شيء، وسويت وياها تمن، وعندي تمن ماشي يعني هم حميته، وعندي تشريب هذا مال دجاج وخضرة وخير ونعمة من رب العالمين. اللهم يشبع كل جاع بحق محمد وآل محمد. هاي النعمة الفضيلة. طبعا هنا أنا حبيت أخذ لكم هاي شوي لقطات من الطريق، وعلى مود تعرفون يعني يوم علي ما ضم عليكم ونكون صادقين. طبعا أرحب بكل متابعينا وكل المشتركين اللي اشتركوا وانضموا لقناتي وأصبحوا جزء من عائلتي. أهلا وسهلا بكم قناتكم ياتم علي، شرفتون ونورتون حبايبي. من ما كنتوا تشوفون الفيديو من أي بلد ومن أي محافظة تتابعوني، يا أجمل أصدقاء وأجمل عائلة عندي. أكيد بعد ما كملنا المشوار مالتنا ورجعت للبيت حبيت أشارككم بهاي المشتريات البسيطة، على مود ما أكون يعني أني في يوم من الأيام أقول يعني ظالمتكم ما أشارككم بالأشياء البسيطة. طبعا هنا حبيت بوتبوتة أشوفكم. طبعا هاي معطر جبت لهن المدارس، يعني معطر كلش خفيف. عندي هاي الجل سري يعني خاصة يعني هاي الصبح بنات يعني تعرفون والجو بارد لازم يعني يرطبون ايديهم. هنا يعني حتى الوجه هم تصير مرطبة كلش حلو، ونسبة الرطوبة يعني بالترطيب بيه كلش عالية. فهذا جبت البنات هاي شوفوها، يعني العلبة هاي الكبيرة مالت الجلسرين هاي ب4000 دينار. معطل هنا هاي تقريبا يمكن ب3000 أو ب2.5 ما أتذكر. طبعا الفازلين جبته ضروري يكون يعني الفازلين نستخدمه بالبيت. يعني هنا أنا بنات أخذت لهم قراصات يعني شغلات بسيطة، مو مال واحد يعني ماشي أنا على مود مشتريات وكذا، لا ذنا بالطريق بنات جبتهن لأن كنت محتاجتهن وأنا راجعة. فقلت لعلي ماما بس نمر يعني ناخذ ذن الشغلات اللي والله محتاجتهن بصراحة. فأكيد هن البنوتات هم شوية يعني نفسيتهن يردن هالريحة وكذا بهاي الشغلات. أخذت لهن هاي القراصات، قلت لهم بعد ايش تردون أخذوا؟ قالوا ما نريد. هنا جبت هاي المخمرية هم سعرها 4000 دينار. وكنت بنات محتاجة جدر مال خبز، كان الحافظة مالتي مال الخبز أو الجدر شو يسمونها. أكيد أنا من أطلع دائما أحب أجيب قلم حمرة، ما أعرف يعني شنو السر بهذا الموضوع، ما أعرف أحب أجيبه. وكان اللون مالته يعني هم كلش حلو، بس أنا دائما البنات واحد ما يستخدم يعني اللون الطوخ بالطلعة أو كذا، يعني بعض الأحيان واحد يستخدمها بالبيت وأخلي كلش خفيف. فإذا تشوفون لونها هي قوي بنات، يعني تشوفونها انتم هيك قوية، بس يعني لونها يكون كلش حلو ومريح. هنا أنا هاي ركسونة هم جبناها، وهاي هنا هم معطر طبعا للولد هم عندهم، بس حبيت هم نجيب لهم ذني ويانا. كان ما عندي بنات هم سلة مال مخضر جبتها، ويعني أسعار شوي نقول زينة، مو يعني نقول كلش غالية. كان ما عندي بنات طاحونة كان نهائيا ما عندي. وبالخلاط ما أعرف مالت الخلاط ليش ما تشتغل، دائما بعض الأحيان أدق الهيل يعني بنات يعني أدقه هيك وأخليه بالكليتشة وبغيرها. فقلت لازم أجيب طاحونة. هنا لبنات الطاحونة أو حبايبنا سعرها 7000 دينار. يعني تعرفون
هل البيت يعني ما يفرغ من المحضرة مالت الطعام، من الطاحونة، من الخلاط، من السوالف. فقلت كل فترة من يصير عندي والله يرزقني أجيب لي حاجة بسيطة ببيتي. واكيد هم تفيدني برمضان. يعني ابسط هاي ونقول المشتريات اللي اخذتها اني ان شاء الله على شهر رمضان. هسه تقولون بعد وقت، ان شاء الله الله يبلغنا رمضان ان شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين بحق محمد وآل بيت محمد. مثل ما تشوفون هذا السيت المعين اللي يخبل، هذا اخذته ب6000 دينار. يعني هذا 12 معون، سلام الله على 12 إمام، أخذته ب6000 دينار. يعني مال حلاوة، مال تقديم، مال أي شيء يعني تخلين بيه دولمة، كبة، كلش حلو يعني. يعني نوعيته هم كل زينة. فحبيت هذا اللون. اكو لون ثاني بيجي ما حبيته، فحبيت هذا اللون اللي يكون بيه زرق. وهاي بنات السلة مالتي المخضر، طبعا هي ب9، حسبها ب8. ويعني 3 خانات اخذت كلش كافي. قلت وحده للبوتيتا، وحده للبصل، ووحده اخليها يعني النوبات اذا الجو حيل بارد اخلي الفاكهه بيها. وكلش غميجه بنات، يعني الغمق مالتها تقريبا شبر، كلش غميجه يعني تاخذ هواي. فما حبيت هاي تصير يعني 4 خانات وكذا، ما حبيتها. هذا جدر الخبز هم جبت هذا مو كبير يعني حيل، يعني الوسطاني ياخذ يعني هم هواي خبز ياخذ. وحبيت هذا اللون، حبيت اغير كان اللون مال الجدر او الحافظه مالت الخبز هي كانت عندي يعني لونها شلون البيجي، فحبيت هم اغيرها. هي مو قصه تغيير ولا هم يقول يعني هي بصراحه هم قديمه يعني هم تعبت عندي، فقلت لازم اجدد وهاي الغراض حبيت اشاركها وياكم المشتريات البسيطه، وانتم تستاهلون حبايبي اكثر من هذا. طبعا هنا هذا المسواق اللي قلت لكم جبته، وان شاء الله اعزله، واكيد راح الاسبيناغ هم راح اطبخه وياكم. وإن شاء الله هذا الفيديو ينال إعجابكم حبايبي. أشكركم على تعليقاتكم الحلوة بالفيديو السابق. طبعا تعليقاتكم والله العظيم هي اللي مشجعتنا بصراحة. هواية يسألين على طريقة الخبز، قالوا أم علي الخبز يصير بيه حافة يعني حيل متينة شلون الخبزة. فسويت فيديو إن شاء الله وهم راح أنزل عن قريب عن الخبز. وحبا طريقة يعني وهم سألين على طريقة العجين. أنا بصراحة تعليقاتكم كلها قرأتها، ما أخلي التعليق ما أقرأه. واللي طبعا حتى لو البعض يعني احتمال ما أرد عليهم، هم أرد بالفيديو إذا ما أكتب لهم. قال لهم علي الخبز عندنا يصير بيه حافة، فإن شاء الله راح يشوفون الفيديو وأقول لكم شلون يعني ما تصير بيه حافة بعد. وكل وحدة وشمرة إيدها بالخبز، اللي متعلمة على الخبز وشمرة إيدها تصير خفيفة، الخبز أكيد راح يطلع حلو ومرتب وما ذيك الحوافي يعني نقول متينة. طبعا واحدة من المتابعات سئلت على تتبيلة الدجاج، وأنا إن شاء الله أذكر لكم همه يعني كل فيديو أذكر من بعض التعليقات. فيديو الدجاج بنات، اللي فيديو مالت الدجاج الشوي اللي أخذه ابني وياه الأصدقاء. تدرون حتى الخلطة والله العظيم أصدقائه اللي ببغداد سألوه قالوا له علي نريد التتبيلة مالت الدجاج اللي مسويتها الوالدة. إن شاء الله عافيات على قلوبهم. فكتبتها إلى ببرقة. فقلت له ماما وهاي هم المتابعين اللي أنا هواي بنات لأني قال أنا نريد التتبيلة مال الدجاج. فبنات التتبيلة مالت الدجاج الشوي اللي سويتها، اللي طبعا ليلة كاملة أنا الدجاج غسلته ونظفته كل زين، وبيته ليلة كاملة بملح وليمون وكمون ويعني مثل وبنات وثوم مطحون وبصل مطحون. يعني سويت لها خلطة هاي، وخليت الدجاج رشيته بيها، وضفت له الليمون وياه، يعني عصرت عليه كمية من الليمون مو هيجي، وملح. يعني الصبح إذا لقيت السوائل مالته كلها نازلة والزفرة، أجلكم الله من هذه الكلمة، لقيتها كلها نازلة. فالبنات هاي طريقة التتبيلة، يعني من إذا تردين تسوين دجاج شوي تبلي ليلة كاملة بهاي الطريقة مثل ما قلت لكم. فهنا أنا اجيت اطبخ وياكم الاسبيناغ او الدبسي، ما ادري السبزي بعض القنوات يسمونه، انا ما اعرف يعني بصراحه هاي طريقتي، او يعني كل واحد حسب محافظته شو يسميه. بنات مرقة الاسبيناغ هنا أنا عندي طبعا ما انتظر انا الا اجيب لحم ولحم غالي، لا ماكو داعي. عندي هنا صدر مال دجاج، عندي صدرين من الدجاج. هنا أنا قطعتهم وسويتهم بهذا الشكل مكعبات، وحبستهم بالبصل، او خليت ثوم طبعا 3 سنون من الثوم ثرمتهن وخليتهن. وبعد ما حمسته وراحت السوائل كلها من عنده، هنا أنا اجيت اضيف الاسبيناغ. اكيد هم كله غاسلته، الخضروات غسلتها وثرمتها. بنات اني اغسلها يلا اثرمها، ما يصير تثرمونها وبعدين تغسلونها، على مود ما تروح الماده الحديديه اللي بيها.
هنا أنا مثل ما تشوفون بعد ما يعني حمستها كل زين وذبلت عندي أول مرة، حمست الشبنت وكملته. طبعا ما وياها حلبة، من جاب لي إياها علي الله يخليه ويحفظه، ما وياها حلبة، اجتني بس الشبنت والسبيناب. فالحمد لله والشكر. بصراحة والله العظيم أنا قلت كنت مترددة، قلت خاب بالدجاج يعني تطلع مو طيبة أو كذا، بس أنا طابختها يعني مرة أتذكر من زمان بالدجاج، فقلت خليني أرجع أطبخها وأشوفها، وكان طعمها كلش طيب، فلهذا أنا حبيت أشارككم بيها. بنات بعد ما حمستها كل زين، يعني حمسوها كل زين، بعدين يعني ويا المعجون. وبعدين عندي حمص، هذا علبة من الحمص، هنا أنا ضفتها وهم راح أخذ لها تحميسة كلش بسيطة. وعندي مي فورت هنا. صحيح أنا عندي مي بالسخان بنات، بس السخان ما جاي تلحق. هواي يسألون يقولون أم علي عندي السخان بالمطبخ، والله بنات عندي السخان بالمطبخ. هسه إذا جاي تشوفون أطبخ أني الكهرباء طافية، يعني حتى التصوير إذا تشوفونه شلون يعني مظلوم والله العظيم، يعني شو تسوي. هاي ركض احنا ويا الكهرباء. فدائما افور مي اذا عندي مرقه على مود عش سريع، لان قلت لكم السخان اللي يطب واحد يعني بالحمام اكيد ما راح يظل مي، والمطبخ من هنا وما تلحق. فهنا أنا بعد ما كملت هنا أنا مرقتها وكملت، خليت المي الفاير وبدأت تدخن عندي بنات. بعدين أهدرها على نار ناصية، تطلع المرق عندي تجنن بنات. ما خليتها أول مرة نوم مبصرة، بعدين خليتها نوم مبصرة على مود ما تنمرد عندي وتصير المرقة عندي مرة. والله بنات طلعت المرقة تجنن، تستحق التجربة. وطعمها كلش طيب. وألف عافية على قلوبنا وقلوبكم. هواي بنات همسلين قال لهم علي التمن الحصة. طبعا حبايته واقفة وكذا، أنا جاوبت في الفيديو السابق وهم حبيت أجاوبكم بهذا الفيديو. طبعا بس نقعوه بنات، نقعوه فترة شوية طويلة، ساعتين ساعتين ونص، فتطلع التمن مالته كلش طيب، وتطلع التمن مالته يعني كلش دابة روحه. هذا كان غدانا، وسهمنا وسهمكم مليون عافية. تمنيتكم وياي يا أجمل حبايبي وأجمل أصدقاء، ولهنا ينتهي الفيديو.